خير الناس بعد الأنبياء؟ هل الصحابة تبركوا بعلي؟ هل تبركوا بعثمان؟ هل تبركوا بعمر؟ لا. طيب هل شيخك هذا أفضل من أبا بكر وعمر وعثمان وعلي يتبرك فيه؟ هذا هو تعبيد الناس لهم. صح. ذلك البركة خاصة بذات الأنبياء معجزة، مثل ما الله سبحانه جعل نبيه يسمع شكاية الناقة، مثل ما النبي عليه الصلاة والسلام كلم أهل قليب بدر وهم قد جيف أسمعهم الله للنبي عليه الصلاة والسلام، مثل ما النبي مسح على ضرع الشاة فدرت حليب. هذه معجزات خاصة بالأنبياء. من ادعى أن أحد من الأولياء ولا الصالحين لديه هذه المعجزة كذب. ذلك كل الذين يقولون بأن بالخروقات اللي حصلت لمشايخهم حتى يضحكون ويلبسون على أتباعهم، لأن لن يكون هناك رجال أفضل من أبا بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة. الله تعالى نظر إلى خلقه اصطفى منهم الأنبياء، ثم نظر إلى خلقه واصطفى منهم الصحابة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلون. لما النبي جعل هؤلاء الذين في قرنه وفي عاده خير الناس، يجب أن نتبعهم ولا نقدم لا فهمنا للنصوص على فهمهم ولا عقلنا على عقولهم. لكن أن نقول أن الدين له ظاهر وباطن، هذا قول الباطنية الروافض الذين قتلوا من الحجاج 30,000 حاج. لكن النبي عليه الصلاة والسلام ترك لنا الدين واضح جلي. فأتاني مرة زائر من مصر يا حجي، إيش زعلان؟ طيب كويس. فأتاني مرة زائر قلت الله تعالى يقول فلا تدعوا مع الله أحد. قال لي لا، هذه معناها يعني في الأصنام وتحتمل وما تحتمل. قلت ما شاء الله. طيب إذا قلت لك لا تدخل المقبرة؟ قال لا أدخل. قلت سبحان الله، هذا هو التلبيس، لما تفهم كلامي ولا تفهم كلام الله. والذي في الآيات المحكمة الظاهرة الواضحة الجلية الذي يؤولها اسمه عظيم عند الله. إن الله تعالى لما يقول أمن هذا الذي يرزقكم، إيش تفهم منها؟ أي من غيري يرزقكم. ثم تأتي تطلب المدد من النبي عليه الصلاة والسلام أو الرزق. لما الله يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، الله يقول من يجيب المضطر غيري. ثم تجد هؤلاء الهلكة يقولون محمد وعلي وجعفر. وإذا قلت له أعطيني الدليل يقول لك الصحابة كانوا يستغيثون بالنبي في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. هو وحي. يا أخي أنت لو كنت في مسبح الآن وتغرق وكان عندك مدرب السباحة، هل تقول يا محمد ولا يا مدرب السباحة؟ سألك. مدرب السباحة. لكن هذا الغريق أو الرجل هذا عجيب. لذلك النص السليم لا يقبل إلا صاحب العقل السليم. فلما تأتي يقول لك صاحب القبر هذا حي كحياتنا. الله يقول ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء. تسأل سؤال بريء، قل هذا الحي الذي في قبره هل زوجته باقي العقد ولا انفصل؟ يقول لا رملت زوجته. أمواله يقول قسمت. طيب كيف حي مثلي ومثلك؟ كيف حي مثلي ومثلك؟ إنما حياة الشهداء وحياة الأنبياء برزخية. أما الدنيا كل نفس ذائقة الموت. إذا ما ذاق النبي والشهداء الموت في الدنيا متى يذوقونها؟ متى؟ لما الله قال إنك ميت وإنهم ميت. أشهد أن لا يحتجون عليك بقوله فاستغاثه والذي من شيعته. طيب هذه استغاثة فيما يقدر عليه. أنت من تونس؟ لا من المغرب. من المغرب. لو جيت يا ابن المغرب الحبيب قلت أعطيني الطاقية وأعطيتني، استغثت بك فيما تستطيع. صح. لكن لو جيت قلت لك يا ابن المغرب أشفيني من الموت، فهمت؟ هذا الشرك. متى يكون الشرك؟ إذا طلبت من الحي القادر ما لا يقدر عليه إلا الله، هذا شرك. صح. لكن إذا طلبت من الحي القادر فيما يقدر عليه ليس بشرك. هم ايش يسوون الآن هؤلاء دعاء على أبواب جهنم؟ يقولوا لك يجوز الاستغاثة بالنبي حيا وميتا. من قال لك لا؟ من قال لك لا؟ الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في حروب الردة ما رجعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، رجعوا إلى أبا بكر. الصحابة في ما حصل بين الصحابة ما رجعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، رجعوا إلى الصحابة أنفسهم. عمر توجه إلى دعاء العباس، ما توجه إلى النبي عليه الصلاة والسلام في الاستسقاء. هل لما كان الرسول حي هل عمر كان يذهب إلى العباس؟ ويقول لك ذهب إلى العباس لأن العباس عم النبي. يقول لك نحن أهل السنة نحب أهل البيت لطريقين: لاتباعهم للسنة ولقرابتهم لرسول الله، فلا ضير. أحب أهل البيت ولو اتهمتني بأنني عدو لأهل البيت فهذا شأنه. فأنتبه يا حبيبي، لا تمت إلا وفي قلبك ألا يضر ولا ينفع إلا الله. لأنك والله إذا أقبلت على الله وفي قلبك أن علي وحسين أو محمد أو عيسى أو العذراء ينفعون أو يضرون،
فوالله سيكون عليك قبرك أليم، لأن الله تعالى قال عن يوم القيامة: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فمن كان يقول الله فوق الأرض سيؤمنه الله تحت الأرض ويوم العرض، ومن كان يقول يا محمد فوق الأرض أو يا علي أو يا عمر أو يا عائشة أو يا فاطمة سيخاف فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. ودليل ذلك من كتاب الله. الله تعالى يقول: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. إذا قال الله من دونه أي من غيره، أي من هم أقل منه. كل من في السماوات كل من في الأرض دون الله، ومن قال أن أحد ليس بدون الله كفر، سواء صنم أو حجر أو نبي أو ولي، كلنا دون الله، أو ملائكة. الله قال: والذين تدعون من دونه ما يملكون من إيش؟ قطمير. لو النبي كان يملك القطمير ما كسر في أحد وما شج رأسه وما ضرب وما حوصر في مكة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. قال الله: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. ترى الله الذي يقول إن تدعوهم لا يسمعوا، مو وهابي ولا ابن تيمية، لأنهم ينسبون التوحيد أو ينسبون ما هو يجعلون خلافهم معنا. لا لا، ليس معنا، خلافكم مع آية قبل 1400 سنة. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم. فمن كان ينادي محمد في الدنيا وينادي علي وجعفر وفاطمة والزهراء وعمر وأبو بكر يتبرؤون منه يوم القيامة. ليش يتبرؤون منه؟ لأن الله تعالى إيش قال؟ قال: وقال ربكم ادعوني أستجب، فتركوا الذي قال ادعوني أستجب وذهبوا إلى من قال الله عنهم إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. وهذا هو حال شياطين الجن والإنس، أن يصرفونك عن الذي يستجيب إلى من لا يستجيب، وبحجج واهية أن هذا من المحبة وهذا من ولاية آل البيت وهذا كله كذب. نحن نحب النبي وآل البيت والصحابة، ومع ذلك سمعنا قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب، فاكتفينا بقرب الله وصدقنا الله بأنه يجيب. والله سبحانه لم يخصص الاستجابة لمن قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، قدم قربي على إجابته، أجيب دعوة أي داعي. يقول لك لا، الله ما يجيب إلا دعوة الأقطاب والصالحين. من علمك ذلك؟ الشيطان دعا الله واستجاب له. هل أنت أشد كفرا من الشيطان لما قال: ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون؟ قال: فإنك. فهؤلاء يريدونك في منزلة أبعد وأخفض من الشيطان لما يقولوا لك إن الله لا يستجيب إلا الأولياء والصالحين. لا والله، إن الله يرفع، إن الله يقبل دعوة كل من دعا، لأنه قال سبحانه في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. فلا أحد يلبس عليك، لا أحد يخدع عنك بالأحاديث الضعيفة الموضوعة. جميع الأحاديث الصحيحة عن نبينا: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وما يؤولها إلا من في قلبه مرض. والجميع الآيات الصريحة في كتاب الله: وقال ربكم ادعوني أستجب، أمن يجيب المضطر إذا دعاه وإذا مرضت فهو يشفين. فمن علمك تذهب إلى من لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا؟ من؟ وهؤلاء يأتون عند الآيات الصريحة الواضحة ويؤولونها ويذهبون إلى المتشابه. نحن عقيدة أهل السنة والجماعة نرد المتشابه إلى المحكم. فإذا ما اتضح لدينا مثلا حديث، ننظر كيف فهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي الذين كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، الذين مأمون عليهم الفتنة، الذين بشرهم النبي بالجنة. يعني أذهب يشرح لي الحديث إنسان وقد شرح أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، وأقدم شرح هذا الرجل الذي لا يؤمن عليه الفتنة، ربما يصبح نصرانيا أو يهوديا أو زنديقا، أقدمه على من بشرهم النبي في الجنة. وهؤلاء هم أصحاب من يقدمون النقل على العقل. كيف تسمي نفسك مستسلم لله منقاد لله وأنت تعرض النصوص على عقلك؟ قبلها أخذتها، ما قبلها رددتها. كيف تكون مستسلم لله؟ هذا هو الهوى. فهمت؟ لذلك يا حبيبي يا تاج راسك، أقبل إلى الله وما في قلبك إلا يا الله. اجعل أحب حبيب إليك هو الله، ثم بعد ذلك نبيه، ثم بعد ذلك آل بيته والصحابة. لا يخدعك أحد. بلال، سيدنا بلال لما عذب في بطحاء مكة، والذي ربى بلال هو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ماذا رباه؟ لما ضرب بلال بالسياط من قبل المشركين، فكانوا يقولوا له: قل يا هبل، يأمرون أن يدعو غير الله، قل يا هبل، قل يا لات نخفف عليك العذاب. لكن بلال الذي رباه محمد عليه الصلاة والسلام ما رباه والله أي طائفة ولا أي مذهب، رباه سيدنا رسول الله. وكان النبي موجود، وكان أبا بكر موجود. كان بلال يقول: المربى توحيديا أحد.
ما قال بلال يا محمد. ولو استغاث بلال بالنبي والنبي موجود قادر يجوز، النبي يقدر أن يشفع كذا، لكن مع ذلك زرع النبي التوحيد في قلوب صحابه.